شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله في النفحات الرمضانية فيما يتعلق بهذا الصيام أو هذا الشهر وما فيه من حكم وما فيه من مقاصد وما فيه من غايات، وسنلاحظ بأنها واسعة وكثيرة، ويمكن أن نخرج من كل واحدة مما نتكلم فيه جمل كثيرة جدا في حياتنا. نأتي اليوم إن شاء الله لنقول بأن رمضان هو شهر تعزيز العلاقات والروابط الاجتماعية، سواء كان بين الإنسان وأخيه الإنسان، أو يعني أخيه القريب، أو بين الإنسان وبقية البشرية، يعني علاقات الإنسان بإخوانه المسلمين وعلاقات الإنسان كذلك بقية البشر. إن رمضان يعلم الناس هذه المسألة بشكل كبير، فيعلمنا الله تبارك وتعالى بأننا عندما نستشعر معاني الفقراء، معاني المساكين، ونستشعر معاني العطاء، ونستشعر معاني الاحتياجات، فإن هذا يعزز داخليا روح الأخوة الإيمانية. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فهذا الإخاء يجب أن نستشعره في كل شيء، يعني تستفيد في رمضان بأن والله هو شهر للروابط، شهر للإخاء، شهر لصلة الأرحام، شهر لبر الوالدين. يعني عندما نتكلم في قضية العلاقات الاجتماعية وكيف يمكن أن نصلحها، فإننا سندخل أمام باب واسع جدا من أبواب هذا الشهر المبارك، وهو ابتداء أنك لا تدخل على رمضان وأنت تحمل الشحناء وتحمل البغضاء وتحمل الضغائن وتحمل الأحقاد وتحمل العقوق إزاء الوالدين وتحمل الكراهية تجاه الناس. هذه كل المعاني يجب أن تتجنبها. لماذا؟ لأن هذه تحلق الدين، هذه التي تحلق الدين. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه: أتدرون ما الحالقة؟ أتدرون ما الحالقة؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحالقة هي التي تحلق الدين وليست التي تحلق الشعر. قال: الشحناء والبغضاء وفساد ذات البين. فهذه القضايا إفساد ذات البين هي الحالقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إفساد أو فساد ذات البين هي الحالقة. قال: لا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. ما الفائدة أن تأتي إلى رمضان وأنت تريد أن تصوم، وأنت تريد أن تزكي، وأنت تريد أن تقوم الليل، وأنت تريد أن تتعرض إلى نفحات الله في ليلة القدر، وأنت سبحان الله لست بارا بوالديك، أنت صاحب عقوق، أنت صاحب مظالم، أنت صاحب إشكالات مع الذين من حولك، أنت لست في علاقة إيجابية مع الأقرباء، ولست في علاقة إيجابية مع الجوار، ولست في علاقة إيجابية مع البشرية كلها، لا يأمن الناس شرك. إذن شهر رمضان هو شهر تحسين العلاقات كلها، العلاقات مع الله والعلاقات مع خلق الله تبارك وتعالى. والدين كله لو أردنا أن نحوصله في كلمتين لقلنا هو عبادة الحق والرحمة بالخلق. الدين هذا هو، يعني وعبادة الحق جل جلاله تؤثر، كلما عبدت الله أثر ذلك لأن تكون أحسن في تعاملك مع خلق الله تبارك وتعالى. وهذا هو الإحسان، هذا هو الإحسان، يعني أنت تحسن إلى عباد الله تبارك وتعالى صلة وعدم إفساد وعدم قطيعة وعدم شحناء، حتى تكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد غطيت هذا الشهر ودخلت إليه بروح. ولا بد أن يكون هذا الأمر من بداية رمضان، لأن الإنسان لا ترفع أعماله مثلا وهو صاحب شحناء، لا ترفع أعماله وهو صاحب مظالم، لا ترفع أعماله وهو سبحان الله يصوم بالنهار ويقوم بالليل، وإذا نزل إلى الأسواق أفسد فيها، أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموالهم بالحرام، أو يحاول أن يسرق أوقاته العملية في ساحات الوظائف الحكومية وغير ذلك. فإذا رمضان مدرسة كذلك لتحسين العلاقات البينية، ومدرسة كذلك لتصحيح الأوضاع، ومدرسة لأن ندخل إلى رمضان أصفياء ونخرج بإذن الله سبحانه وتعالى منه أيضا أصفياء، لتكون الحياة قائمة على الود وعلى المحبة، لأن رمضان حقيقة وشهر المحبة، وتتجسد هذه في معاني كثيرة جدا، كما تتجسد في الصيام أخوة الإسلام، فالمؤمنون جميعا يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد ويتراحمون فيما بينهم ويحسنون العلاقات من خلال كثير من البرامج، وخاصة البرامج المتعلقة مثلا بإفطار الصائم.
من فطر صائم فله مثل أجره لا ينقص ذلك من أجره شيء. فكل ذلك يؤدي بنا إلى تعزيز اللحمة. عندما تذهب إلى الصلوات الجماعية سواء كانت الفرائض أو كانت النوافل، تذهب إلى قيام الليل، كل ذلك يعزز اللحمة الإيمانية بين الناس. وإذا تعززت العلاقات الإيمانية وعلاقات المؤمنين فيما بينهم أهلهم ذلك لأن يكونوا محبين للخير للبشرية، لأنه لا يؤمن الإنسان أن يحب لنفسه ما لا يحب لغيره، أو أنك والله تكون طماع، أنك والله تحب الإسلام لنفسك، تحب الإيمان لنفسك، تحب الجنة لنفسك، لا، تحبها كذلك لبقية البشرية، فتنطلق إن شاء الله لباقي البشرية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم لما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل